نيجي بقى نشوف موضوع الذهب وايه اللي حصل في الذهب الاسبوع اللي فات. الناس كلها قالت في الذهب بعد ما انخفض الذهب وصل لمستويات 1810 دولار. هنتكلم على سعر الاوكيه او الأونصة حوالي 31.10 عيار 24. يمكن الاسبوع اللي فات يمكن في حلقتنا يمكن الذهب وصل لاقل سعر من 7 شهور، يمكن نزل مستويات 1810. 1110 ده كان اقل سعر من 7 شهور، لكن الاسبوع اللي فات تفاجأنا ان الذهب كلنا ارتفع بشكل قوي جدا، ويمكن صعد على ارتفاع. يمكن يوم الاثنين يمكن صعد حوالي اول ما فتح السوق 1840 دولار او 1442 بالظبط، يعني بدأ يصعد حتى وصل لمستويات بالظبط 1932. يمكن الذهب تحرك الاسبوع ده حوالي 68 دولار، يمكن اعلى سعر وصل 1932 واقل سعر 1842. دلوقتي سعر الحالي كام؟ 1932 دولار. اسباب ارتفاع الذهب عالميا ايه؟ ان الذهب كان في نقطه قويه جدا 1880 دولار، النقطه دي لما الذهب نزل من عندها كان انهيار. لما بدأ يتخطاها وصل ورجع تاني السعر زي ما احنا قلنا على مستوى العالم او في البورصه، مفيش سلعه تطلع على طول، مفيش سلعه تتخفض على طول. رغم انخفاض الذهب بدأ يرجع تاني. يبقى الرقم ارتفاع الذهب هو لما الذهب كسر 1880 دولار، بدأ يصعد وكسر مستويات 1900 وصل 1930. الذهب عند كام دلوقتي؟ 1932 دولار. طيب توقعاتنا ايه الاسبوع الجاي؟ الذهب الرقم ده مهم جدا، طول ما هو تحت 1980 دولار هو الذهب متحسن. هو الذهب فين دلوقتي؟ الذهب 1932، هو متحسن عالميا، متحسن عالميا. طيب هيبدأ نشوف ارتفاعه القوي امتى؟ عند 1980 دولار. لو حضراتكم شفتوا الذهب فوق 1980 دولار هنتوقع مزيد من ارتفاع الذهب. طب الذهب بقى انخفاضه فين؟ لازم يرجع للنقطة 1880. يبقى الذهب فين دلوقتي؟ 1932. لو كسر 1980 دولار هيبقى في مرحلة صعود للذهب قوية. لكن اتجاه الذهب حاليا في مرحلة ارتفاع. كان عندنا يمكن خبر التضخم في امريكا يوم الاربع، يمكن نزل والذهب طلع تاني. يبقى معناه ايه الاخبار دي؟ ما هي ايه اللي حركه في السوق ده بالنسبه للارتفاع، او الناس كانت بتسال ارتفاع الذهب. يمكن في مصر سجل النهارده 2696 جنيه على 24. طبعا، ولكن لازم ننوه المشاهدين سعر الجرام عالميا عيار 24 حوالي 62 دولار. انت لو رحت اي دوله هتلاقي سعر الجرام عيار 24 62 دولار و12 سنت، قول 62 دولار ده السعر ال 24 عالميا. طبعا احنا النهارده كلام الذهب بشكل سريع جدا عشان بقى نشوف بقى حلقتنا النهارده والمهمه بالنسبه لنا. يمكن اول مره بقى نتكلم في البرنامج عندنا عن الذكاء الصناعي. لازم عشان نتكلم معانا الخبير بتاعنا الدكتور فرج الخلفاوي.